مكسب مهم جدا من الزمالك على سموحة بأداء هو الأسوأ من فترة طويلة جدا. لما يبقى نجوم المباراة حسام عبد المجيد والمسلوسي وعواد، فده إن دل على شيء يدل على إن الزمالك طول المباراة متراجع وبيدافع. علامة استفهام كبيرة جدا على مستوى الفريق بدنيا، وده اللي خلانا نشوف الزمالك مش قادر ينقل 3 4 كور على بعض. انت بتتكلم ان الشوط الاول بس سموحه قدر يسدد 10 تسديدات على مرمى الزمالك في مقابل تسديدتين بس. يعني كان ممكن جدا على كميه الفرص اللي اتيحت للاعيبه سموحه دي، لو استغلوا واحده او اتنين منها كنت ممكن بكل سهوله تطلع خسران المباراه، وخسران 3 بونت في بدايه مشوارك للدوري كانت هتاثر بشكل كبير جدا على شكل المنافسه. كل مره بيغيب فيها زيزو عن الفريق بيأكد لنا انه بيشكل 50% من قوه الفريق الهجوميه. فكره بس التفريط في زيزو دي خيانه كبيره جدا جمهور الزمالك مش هيسمح بيها. نيجي بقى للوحش، نيجي للاسد حسام عبد المجيد. ايه الثبات ده؟ ايه الاستمراريه دي؟ الحقيقه حسام عبد المجيد انا ما بقتش اعد وراه هو كويس من امتى. حسام عبد المجيد مثلا 6 7 ماتشات الراجل مستوى ولا اروع من كده. ثبات، تمركز صح، تدخلات صح، عقل، كل حاجه. بعد انتقاد الجمهور والاعلام والمحللين لجوميز بسبب فكره تغيير مركز عبد الله السعيد من 10 ل 8، جوميز النهارده بيرد علينا كلنا ويقول انا صح وانتوا غلط. عبد الله السعيد في مركز 10 خسر اكتر من 50% من قوته اللي كان بيقدمها مع الزمالك في المباريات اللي فاتت.